أسس بالعربي. مشاهدي أسس بالعربي، أهلا وسهلا بكم في شرح كورس جديد بالعربي ألا وهو كورس التغذية المعتمد من ICSE. النهارده بقى مع بعض هنبدأ شابتر 10 واللي بعنوان The Role of Nutrition Coach، يعني دور مدرب التغذية. طبعا بعد ما أخدنا كل حاجة خاصة عن التغذية من digestive system وكربوهيدرات وبروتين ومينرالز وفات وفيتامينز، النهارده بقى نشوف دور حضرتك إيه في الموضوع ده. عشان كده المواضيع اللي هندرسها النهارده مع بعض، رقم 1 define the job description of nutrition coach. حضرتك هتعرف هنا طبيعة شغلك كمدرب تغذية بالظبط، يعني ايه هي المهام والمسؤوليات اللي تقدر تقوم بيها في شغلك، وايه هي المهام والمسؤوليات اللي بره اختصاص حضرتك. هتفهم دورك هيبدأ منين من اول ما تقابل العميل واللي تقدر تقدمه للعميل في ادار الاختصاص بتاعك. رقم 2 بقى differentiate between a nutrition coach and licensed professional، وده جزء مهم جدا. هنفرق هنا ما بين مدرب التغذية اللي هو واخد الكورس معانا دوت، وما بين المتخصص المرخص للتغذية اللي بيبقى خارج من كليات الطب مثلا على سبيل المثال. هتعرف هنا ان لحضرتك حدود معينة، يعني ما ينفعش تعمل دايتس مثلا علاجي، لازم ساعتها تحيل العميل اللي معاك ده لمين؟ للمتخصص الصحي المرخص اللي بنقول عليه. رقم 3 understand best practice for referring clients to medical professionals. هيديك هنا بعض الكيسز اللي اول ما تلاقيها حضرتك ده medical professionals على طول، يعني ده تحيله للراجل ده، زي مثلا مريض السرطان، مريض السكر، مريض الضغط اللي بيعاني من فرط حركه، في حاجات معينه كده خارج الاختصاص بتاعك بيكون مسؤول عنها الدكتور بشكل كبير جدا. ودي احترافيه المهنه، يعني مش ضعف من الاختصاص بتاعك، لا ده كده انك بتتعامل مع العميل بأمان وباختصاصية احترافية أكبر بكتير. رقم 4 بقى summarize the qualities of the effective nutrition coach. هنلخص بقى هنا أهم الصفات اللي لازم تكون موجودة عند حضرتك كمدرب تغذية عشان تبقى بروفيشنال. يعني مش كفاية إن حضرتك تبقى عرفت معلومات عن التغذية والكربوهيدرات والفاتس والكلام ده، لا ده في بعض معلومات تواصل كده وموتيفيشن واستماع، ازاي تحدد وتفهم احتياجات العميل عشان يثق فيك أكتر وتكبر من القاعدة الجماهيرية بتاعتك. رقم 5 بقى explain the health insurance portability and accountability. هنشرح هنا بعض قوانين خاصة بالتأمين، حماية الخصوصية، وبعض معلومات خاصة بسرية المعلومات الصحية بتاعة العميل بتاعك، لأن العميل ما ينفعش يجي يفضفض معاك بكلمتين أو تصوره وبعدين تاني يوم يلاقي كل ده منشور على الفيسبوك مثلا على السوشيال ميديا، دي خارج إطار الممارسة المهنية. فحضر لي بقى ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الحلقة. بيقول هنا ان السبب المنتشر اكتر لعملية توازن الطاقة الايجابي او السلبي اللي بتؤدي الى زيادة الوزن هو تناول السعرات الحرارية الزايدة. اي واحد زايد في الوزن، لو جبت واحد في ابتدائية هيقول لك هو بياكل سعرات حرارية اكتر من اللي بيحرقها، زائد نقص بعض المغذيات، وده اللي انت درسته كاخصائي تغذية زي الفيتامينز والمعادن ممكن يؤثر على الموضوع ده. معلومات كتير تقدر تجيبوها من على الويب سايتس ومن على النت، يقول لك لو فيتامين د موجود ليه دور على الكالسيوم، والبوتاسيوم ليه دور مش عارف على ايه، الانكباضات والالياف والخضروات. المعلومات كلها اللي احنا درسناها او اغلبها يعني موجودة على النت. الناس ليه بتقول لازم نروح لاخصائي تغذية؟ هقول لك انا ليه دلوقتي ببساطة جدا. اللي واخد الكورس بتاعنا بيكون مصدر موثوق جدا للمعلومات، مش نظام خش على جوجل قابلني وسلم عليا اي كلام مثلا وحد واخده كوبي وبيست والكلام ده، لا 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 لا. زائد هو متعلم جيد ليه على طول. يعني انا بنصح يعني حتى الناس بعد الكورس ده لازم تبتدي تشغل حاجة اسمها التعليم المستمر، دايما تلاقيهم بيقروا دايما
مضمون.